صحيح. المثل اللي قال إن ورا كل امرأة قوية ومستقلة راجل ضعيف ومخسع ده كان عنده حق قوي. حلو المثل ده، جبتيه منين؟ أنا جوزي راجل شخصيته ضعيفة وملوش أي لازمة، عشان كده أنا في البيت دايما الكل في الكل، رأيي أنا اللي بيمشي ومفيش حد بيعمل حاجة من الولاد غير لما يرجع لي فيها. يعني زي ما بيقولوا كده، الكلمة كلمتي والشورى شورتي. حتى لو في مشكلة مع الجيران ولا الأهل بيكلموني أنا فيها، الكل بيتعامل معايا وكأن أنا فعلا راجل البيت. تصوري حتى جوزي لما بيحصل له أي مشكلة ولا حد بيزعله أنا اللي بجيب له حقه. الجيران وقرايبنا بيقولوا عليا strong independent woman، لكن أنا اللي وصلني لكده إن جوزي راجل غلبان قوي في نفسه، ما بيعرفش ياخد أي قرار وبيخاف قوي من مشاكل. لكن ولادي لما ابتدوا يكبروا بقوا بيعاتبوني وكأني أنا اللي اخترت أكون في الوضع ده. قوليلي، هو أنا كده غلطانة؟ طب أعمل إيه علشان أعرف أرضي ولادي؟ هو طبعا يعني انتي مش غلطانة، لكن هو يعني نقدر نقول الدهاء معرفش سكته ليكي. عادة لما يكون الأب شخصيته ضعيفة بالصورة اللي انتي سردتيها عليا، احنا قدام الأولاد بنقول ايه؟ بابا قال نعمل كذا، بابا وافق نروح النادي، بابا قال لازم نذاكر، بابا جاب الهدية دي. ما بنحاولش نبين الواقع ان بابا ده ملوش دور. فالنهاردة لما انتي ما فكرتيش انك تخلقي له دور ولو حتى وهمي مع ولاده شافوكي انك ست قوية ومفترية، وان هو راجل غلبان ومش في ايده حاجة يعملها. فانتي محتاجة انك تبدأي تاني تغيري من اسلوبك معاه قدام ولادك، لان خدي بالك ولادك الصبيان لو اتعودوا يشوفوا ابوهم يعامل هذه المعاملة هيتعاملوا كده من ستاتهم. فربي ولادك يبقوا رجالة وعندهم شخصية عشان ما يطلعوش ضعاف زي والدهم. وبرضو أنا رأيي إنك انتي برضو شديدة شوية، يعني عشان نوصل كده لما يتخانقوا معاه يقولك في إيه؟ اتفضل معداوي في إيه يا حاج؟ حاسة إنك شادة قوي معانا يعني فكيها كده شوية، خليكي أنعم من كده حبة.